السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الكاستر. بسكوت خفيف وسهل وسريع ومكوناته موجودة في البيت إن شاء الله. معايا 3 كوبايات دقيق، بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، كوباية سمنة على زبدة أو سمنة بس أو زبدة بس على حسب ما انت عايزة بدرجة حرارة الغرفة، كوباية كاستر، كوباية وربع سكر بودر أو سكر سنترفيش يكون ناعم، معلقة كبيرة فانيليا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح. دي مقاديرنا وهنبتدي نعمل الوصفة مع بعض حالا. احنا كده حطينا 3 كوبايات دقيق ونخلناهم، هنحط بقى عليهم كوباية وربع سكر، ثواني بس اجيب معلقة. هنا نخلنا كده السكر ونحط كوباية الكاستر، هننخله بشويش. حطيت نخلت كده الدقيق كوباية وربع سكر باودر وكوباية الكاستر، وهنحط المعلقة البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة ملح. دي المكونات الجافة كلها هنقلبها مع بعض، نقلبهم كويس كده ونمزجهم كلهم مع بعض. وهنركنها على جنب. هنا هنحط البيضتين ودي معلقة كبيرة من فانيليا، وهنحط كوباية السمنة. احنا قلنا بدرجة حرارة الغرفة، سواء زبدة بقى أو سمنة بس أو زبدة على سمنة. أنا بصراحة حاطة كوباية سمنة، يعني نص سمنة ونص زبدة، حاطة نص ونص. دلوقتي حطيناهم كلهم على بعض وهنضربهم مع بعض. احنا كده ضربناه لما ابيض كده بقى شكله كده. هنحط بقى الدقيق حاجة حاجة، المكونات بقى دي كده حبة حبة. هنحاول بقى نضرب ايه بالمضرب، بس انتوا عارفين ان هو ايه بيبهدل الدنيا، فلازم نعمل كده. ندخل المكونات في بعض كده. ينفع حبة كمان، يعني نحاول ننزلهم على ايه 3 اجزاء كده. بسم الله. هو ايه الموضوع هيبقى مش حلو قوي، يعني هتبقى تقيلة بالسباتشولا، فهنعجن برضو بايدينا يعني احسن. بس ننزل دول بقى بالمرة. هنعجن بقى بايدينا كده. بسم الله. ندخل بقى كده الدقيق في قلب بعضه. نلم العجينة كده كلها.
الدقيق كله كده عايزين يدخل جوه المكونات السايلة اللي احنا ضربناها. هي ما بتحتاجش عجن، هي بتتلم بس. انا لميت العجينة بقى كده اهي، زي الفل اهي اهي. تشكلي بقى زي ما انت عايزة. انا هشكل قدامكم كده، بصوا يعني ايه، هي ما بتبقاش تخينة قوي اهي. بصوا انا هعملها كده، ممكن تعملي كده اهو. تجيبي صاج تدهنيه زيت وتحطي فيه اهو. هنعمل واحدة تانية، الحجم اللي انت عايزاه اعمليه، والشكل اللي انت عايزاه اعمليه. اهي. هكمل بقى الصاج وارجع لكم. احنا كده خلصنا الكمية كلها. عملوا الصينية دي ودي والصاج ده والصغنن ده، هنروح بقى نحطهم على فرن، في الفرن مؤاخذة معلش أنا آسفة، ونرجع تاني. وكده احنا خلصنا البسكوت بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. هنكسر واحدة، بصوا قلبها، بصوا جميلة. نكسر كمان واحدة، انا عاملة المدور ده برضو، بصوا اهو شايفين، بصوا مقرمش وطري من جوه وبهش وجميل. يا رب تجربوه بطريقتي، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. اشوفكم الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.